إنها تسحبني، أنقذوني، لا أستطيع الخروج. دفنوها وأغلقوا القبر عليها، ثم غادر الجميع بصمت. كان زوجها آخر من ابتعد، لكنهما أنخطا خطوات قليلة حتى سمع صوتا يأتي من خلفه، صوتا مألوفا. تعال، لا تتركني، أرجوك أنقذني. التفت بذهول، الصوت كان صوت زوجته. ركض نحو القبر، قلبه يكاد يتوقف من الخوف، وبدأ يحفر بجنون بيديه. لكن فجأة حدثت المفاجأة الصادمة. لكن ضع لايك ولا تدع إبليس يمنعك من كتابة أستغفر الله في التعليقات. الأرض اهتزت تحته، انشق التراب وخرج من داخل لهيب النار. يدين سحبته للأسفل، حضنته زوجته وهي تصرخ. ليتني صليت، ليتني لم أتكلم على الناس، ليتني تبت قبل فوات الأوان. وإذا بروح سوداء تسحبه إلى خارج القبر. تجمع الناس حوله يحاولون إفاقته حتى فتح عينيه وهو يبكي. رأيت النار تبتلع قبرها، سمعت صراخها. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم نجينا من عذاب القبر.